عايزة تعملي ماربل كيك ويكون مظبوط وهش وطري جدا بس بمقادير اقتصادية وتكون التموجات واضحة كده. انسي اي وصفة للماربل كيك. الوصفة دي عشانك، احفظيها عندك، بس يا ريت لو عجبتك الوصفة تعملي لايك وشير عشان ناس كتير تستفيد. يلا بينا نروح على الوصفة نشوف اتعملت ازاي. انا معايا 3 بيضات بحرارة الغرفة. بلاش بيض بلدي، البيض البلدي بيدي زفارة ومهما حطيتي فانيليا مش هيختفي. كوباية الا ربع من السكر البودر وكيس من الفانيليا. وهضرب البيض والسكر بالمضرب اليدوي عادي خالص، بس هحاول ادخل فيه هوا لحد ما اللون بس يفتح معايا شويه. وهنزل عليه بنص كوبايه بس من الزيت. ياريت يكون زيت ملوش ريحه ولا طعم قوي، زيت عباد او زيت ذره اللي عندك موجود حطيه. وكوبايه كبيره من الزبادي. الزبادي بيدي طراوه حلوه قوي للكيك وبيبقى متماسك ومش مفرول. بس كل المقادير بحرارة المطبخ عندك. هنزل عليهم بقى بكوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق كيك، ورشة من الملح، ويا ريت يكون الدقيق منخول، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس بيكنج باودر. هبتدي اقلب خليط الكيك ده، هيتقل بقى على المضرب. انا مش عايزاه دلوقتي، هجيب معلقة واقلب بيها عادي. انا بس عايزة اخفي الدقيق جوه خليط الكيك، ما يبقاش فيه تكتلات ويبقى خليط ناعم. وخليط الكيك عندي هيبقى خليط تقيل لحد ما شايفين سميك شويه. هبتدي اخد بقى تلت الخليط ده واحطه في طبق بره، تلته بس. وهنزل عليهم بمعلقتين من الكاكاو الخام ومعلقه كبيره من الحليب عشان اعدل القوام. وهقلب الخليط الشوكولاته بتاعي ده مع بعضه لحد ما يبقى خليط ناعم مفهوش اي تكتلات من الكاكاو. بس كده. هحط الخليطين في كيس تلاجة، وهجيب صينيه هبدرها، هدهنها بالزبده وبدرها بالكاكاو. وهبتدي بقى افتح الاكياس دي عشان اعمل اشكال التموجات اللي في الماربل كيك. هبتدي احط الفانيليا وعليها شوكولاته زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي، سهله جدا. وبجد الكيك بيطلع حلو جدا ومش مفرول وطري جدا جدا جدا، يعني تحسي كده ان انتي بتاكلي باوند كيك بس من غير زبده. بس كده هخبط الصينيه بتاعتي دي خبطتين كده على رخامه اسوي السطح. وهجيب عود او سيخ اللي هو بتاع الشيش طاووق، وهعمل شكل تموجات خفيفه كده. هدخل الكيك على فرن متسخن على درجة حرارة 180 من أول ما ابتدينا نعمل الكيك. هياخد من نص ساعة ل 40 دقيقة بالكتير. هحط فيه سكينة تطلع نظيفة. الكيك عندي استوى، هسيبه بقى يهدى خالص، وبعد كده هنطلعه من القالب. وانا دلوقتي هعمل حركة كده لو حابة تعمليها تمام. هزين بيها الكيك. جبت نص كوباية من الشوكولاتة سيحتها، وحطيت لهم معلقتين من الفول السوداني، وهنزل بيهم فوق الوش كده. وهدخلها التلاجة تجمد شوية عشان اعرف اقطعها براحتي عشان الشوكولاتة تكون جمدت. بصوا التموجات مظبوطة ازاي، والكيك مش مفرول، ناعم جدا، مش مفرول وهش وطري، والمقادير مظبوطة جدا جدا. بصوا التموجات مظبوطة ازاي. تقدميه كده على الفطار مع كوباية شاي بلبن او في العشاء، هتحبوه جدا. وصفة بجد مظبوطة قوي وبألف هنا.